من الحاجات اللي بندفع فيها فلوس كتير وهي سهلة وبسيطة هو الكابتشينو. بنروح الكافيهات بندفع مبالغ في حاجة سهلة جدا وبسيطة، واحنا لو عملنا الرغوة بتاعة النسكافيه او الرغوة بتاعة الكابتشينو وشلناها في برطمان في الفريزر هتسهل علينا كتير جدا، وهتعملي للبيت كله في وقت واحد من غير ما ايدك توجعك بقى وتقعدي تضربي فيها وتكسلي ان انت اساسا تعمليها. فاحنا اولادنا بيروحوا يدفعوا مبالغ جامده ومبالغ كبيره في حاجات كده بسيطه، وحتى تزويقها كده او تقديمها بطريقه شيك ما بياخدش وقت ولا بمجهود ولا بيكلفنا حاجه، لان الموضوع سهل جدا وبسيط وغير مكلف والحاجات موجوده عندنا في البيت. يعني احنا طب ليه ندفع فيها فلوس كتير؟ انا مانيش عارفه بصراحه. وليه لما نروح يعني الله المستعان. فاحنا بقى هنعملها النهارده ونريح نفسنا خالص، واعملي الرغوه وشيليها في الفريزر وقدميها بطريقه شيك وطريقه سهله، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. بس الاول نحط لايك للفيديو. في بوله كده هنجيب معانا فنجان من القهوه سريعه الذوبان، وعليها كمان نفس المقدار سكر، سواء هتستخدمي فنجان او كوبايه. المقادير تبقى الكوبايه واحده اللي بتعايري بيها، تبقى الكوبايه واحده. وهنزل عليهم بنفس الفنجان اللي عايرتي بيه السكر والقهوه، هعاير بيه الميه، نص الفنجان ميه. وهجيب المضرب كده وهضرب كده على اول حاجه على سرعه منخفضه، علشان ما يبهدلش ليك الدنيا، يعني ما يزروتش الدنيا حواليكي كده. اول ما يبتدي يعمل رغوه كده هبتدي بقى اعلي السرعه. وهضرب فيه قد هضرب فيه مده ما تقلش عن 5 دقايق، من 5 ل7 دقايق، المده ما تقلش عن كده، علشان تاخدي معاكي الرغوه تبقى تقيله ويعمل فوم كتير وفوم تقيل. ولما تيجي تحط عليه اللبن يبقى الوش بتاعه كده مليان كده، ما يبقاش الرغوه بتاعته خفيفه. زي ما انتوا شايفين كده هنفضل نضرب فيه لحد ما يبقى عامل معانا زي الكريم شانتيه كده، او زي الكريمه او زي القشطه كده. شايفين هي بدأت معايا تتقل اهي، بس ما تسيبيش ايدك المضرب، ما يسيبهاش خالص. يعني الموضوع سهل جدا، وبصراحة والله احنا شكلها بيضحك علينا ده ولا بيضحك علينا بمزاجنا، مش عارفة. المهم ان احنا هنعمله، ويعني هنشيله في الفريزر بطريقة سهلة وبسيطة. شايفين الموضوع عامل معايا ازاي؟ بقى عامل زي الكريم شانتيه كده بالظبط، او زي القشطة، زي ما تكوني بتضربي في قشطة كده. كده انا خلصت المقدار كله في برطمان كده ناشف، يعني يكون نظيف ومتعقم كده ويكون ناشف تماما مفيهوش ميه، او علبه من علب التلاجة. هبتدي بقى انزل بيهم، انزل بالكميه كلها كده، وهبتدي اغطيه واحطه في الفريزر. ما تحطوش في التلاجة، لانك لو حطيتيه في التلاجة السكر هينزل لتحت، وهيبتدي السكر يرقد لتحت كده، وهيبتدي الرغوه تخف والرغوه تختفي. لا، في الفريزر هيدنه محافظ على الرغوه بتاعته. هنا بقى هجيب الفنجان بتاعي، لكل فنجان هاخد كده معلقتين مليانين من الرغوه دي، وهنزل عليهم باللبن السخن. اللبن يكون سخن مغلي على فكره. وتقدري تستخدميه برضو اللي هو الايس كوفي ده، اللي هو يعني تحط عليه اللبن ساقع. زي ما انتوا شايفين كده هنبتدي بقى نحط الوشوش دي، او الشكل السمايل ده. هو بيتباع كده حوالي 10-15 شكل كده، بيتباعوا كده عند مستلزمات الحلواني او في محلات اللي بيبيعوا الادوات المنزليه. هتجيبي كده مصفى وتحطي فيها شويه من الكاكاو كده، معلقه من الكاكاو، وهتنزلي بقى تهزيها كده، وبعدين تشيلي الوش كده يديكي الوش الجميل ده، وش السمايل. يا سلام، ده على الصبح كده لما تاكليه مع قطعة كيك كده، حاجة كده روقان والله. وبيبقى فيه بقى وشوش تانية كتير. يعني هنا هنعمل واحد تاني بشكل مختلف. هناخد كده معلقتين برضو وانزل باللبن السخن. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الرغوة تقيلة جدا ويعني حاجة كده والله كان تحفة. وهبتدي معايا الشكل التاني، شكل الفنجال اللي طالع منه بخار. شكله برضو شكله لذيذ وجميل.
شايفين الطريقة سهلة وبسيطة على فكرة، والكاكاو مع النسكافيه او مع القهوة دي تحفة، احلى من انك انت تعمليه بالبودرة، باللي هو الكاكاو البودرة ده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة